اهلا يا برج الحوت في قناة جينيوس هالتاروت. النهارده خلينا نشوف ايه رسائل الملايكة ليك في الوقت الحالي. خلينا نشوف. ها يا برج الحوت، مركز ليه على السلبيات يا برج الحوت؟ ليه انا عارفة انك شخصية عاطفية جدا وحساسة جدا وحالمة جدا و وعايش على كوكب زمردة شوية، مش معانا قوي على الارض. آم، فبس انت مركز ليه على السلبيات؟ انت الموضوع ممكن يكون يخص الشغل او العمل اكتر. آم، بص، هو انت قاعد عمال تبكي على اللبن المسكوب، وعمال وزعلان ومتضايق، وقاعد عمال تفكر في الماضي. ايه اللي حصل في الماضي؟ ايه المشاكل اللي حصلت في الماضي بخصوص العمل؟ ايه الخذلان؟ ايه مشاعر الرفض؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي سوى المشاكل؟ وبتفكر بطريقة سلبية جدا وبالعكس ده ربنا باعت لك تو كابس، حاجتين تو كابس اهم، يعني عطاء دبل تايم تو. بس انت مش شايفه، انت مديله ظهرك عشان قاعد بتفكر في اللي اتكسر في زمان، ايه اللي حصل. فهو ده معناه ان انت محتاج ان انت تسامح نفسك، تسامح نفسك على اخطاء الماضي وتسامح الاخرين وخلاص. ولازم تبقى فاهم ان كل حاجة بتحصل بسبب. بص دايما على الرسالة المستخبية من الموقف. يعني انا دلوقتي حصل معايا مشكلة، هزعل، هتضايق، هحزن، هتحصل مثلا، هسيب الشغل، هقعد في الشغل وفي مشاكل، مثلا حتى لو في علاقة. بس ده انا ببقى محتاج اشوف ليه حصل كده. ما ربنا ممكن يكون هو ربنا شايف اكتر، فمش معناها ان انا مثلا حصل عندي مشكلة في الشغل ان انا فاشل، او ان انا عندي مشكلة في علاقة فانا فاشل. لا، هو ممكن يكون ربنا شايف ان دي مش هدماك ومش هتنفعك، وان هو برضو في الموضوع دوت عايز يعلمك حاجة او يوضح لك رسالة معينة عشان تنفعك في حياتك. فده مش معنى ان انا افضل مركز على السلبي وان انا اسيب الايجابي. خلاص بدل ببتدي بداية جديدة. ولو الموضوع يخص بعاطفة فواضح ان لان في طاقة هنا عاطفة، ان الشخص اللي انت آه، يعني معاه، او هنقول منفصل عنه وندمان عليه، آه، في تفاهم بينكم مش حلو، في صراعات، في اختلاف في الآراء، في كلام جارح، وخيانات حصلت ما بينكم. فانت قاعد بتبكي على اللي حصل. آم، فانت برضو محتاج تسامح نفسك وتعرف ليه ايه الدرس اللي انت اتعلمته من العلاقات دي. حتى لو انت الفاعل على فكرة، سواء انت الفاعل او المفعول بيه، انت محتاج برضو تعرف ايه درسك، ايه القصة دي حصلت ليه. اكيد حصلت حاجة ربنا عايز يوجه ليك نظرك ليها عشانك انت، عشان ممكن تكون العلاقة دي كنت تفكر ان هي احسن حاجة بس هي مش احسن حاجة. ممكن تكون شايف ان انت العكس، ان انت تخليت عن الشخص ده او اتبطرت على العلاقة دي، فانت دلوقتي بتعاني من ده، فده بيعلمك انك ما تعملش كده تاني، وهكذا. بس فانت بس انت مشكلتك ان انت عايش في دور الضحية شوية، و وحاسس ان انت تايه ومش عارف تعمل ايه ومحتار بس بص هقولك على حاجة، ده بيحصل بسبب ان انت هيحصل معاك awakening، في صحوة كده هتجيلك ان انت، وهتخليك تبص على الامور بطريقة مختلفة. تمام، هتصحى زي هتخبط عليك كده وتصحى لما انت تقعد كده مع نفسك وتبتدي تبص ترفلكت، ان انا اقعد واشوف انا انعكاسي ايه في الموقف ده. الموقف دوت عايز يوصل لي ايه، عايز يعلمني ايه، عايز يقول لي سواء علاقة سواء شغل. دي هتصحي عندك حاجات كتير. بس بدل ما انت قاعد مش عارف تعمل اي choices، وقاعد وحاسس بان انت ضحية وان انا متألم والكلام ده. حاجة كمان الانجي سورة ان هي هتساعدك ان انت تتصدق كتير بنية انك تفهم ايه اللي بيحصل، او بنية انك تخرج من المود ده. وخلي بالك ان
وعي الضحية، او ان انا اعيش ضحية وان انا مغلوب على امري وان انا مزنوق هنا وان انا لا، مفيش حد. آه يعني انت اللي زانق نفسك من الاخر. ممكن تكون دلوقتي شايف ان مفيش مخرج، بس المخرج جاي، بس انت فكر بطريقة بوزيتيف شوية، وان انت مش ضحية. انت حصل حاجة عشان تعلمك. الضحية وعي الضحية مش هيعلمك حاجة. فاحنا عايزين نخرج من الفترة دي او من الحقبة دي، فان احنا نفكر بطريقة مختلفة ونعمل تطوير لنفسنا وتطوير لتفكيرنا بإيه؟ بإن أنا مسؤولة عن أفعالي. عادي، إيه المشكلة أما أغلط؟ إيه المشكلة؟ ما فيهاش حاجة خالص. أنا أصلا هو أنا أنزلت مثلا؟ ما هو أنا جاي عشان أتعلم، فلازم أغلط. فده طبيعي. ما تقعدش تلوم نفسك وتجلد في نفسك. سامح نفسك وسامح الآخرين، وطور من وعيك، طور من تفكيرك، طور من ذاتك. هتلاقي الدنيا فتحت. ولو انت في choices المفروض تعملها، او قاعد في مكان انت مش عايز تقعد فيه، او في شغل او في علاقة او انت محتاج ان انت تخرج منها. محتاج تاخد اكشن وتعمل اختيار، وتبطل تتباطأ وتبطل تتكاسل وتبطل ان انت تقعد تحلل وتزيد وتقعد تحلل. خلي بالك التحليلات الكتيرة دي بتخلينا نربط احداث كتيرة ببعضيها ملهاش، وتعمل لنا قصة تانية ملهاش الى اساس اي من الصحة، لان هي بتوقف الوعي. فاحنا محتاج نوقف التحليل شوية، وان احنا نبص من منظور ضيق. لا، احنا نطلع بره الصورة خالص ونبص من فوق. بس وشوف انت عايز ايه، قلبك عايز ايه، انت محتاج ايه، عندك تشويسز كتيرة. ابتدي اختار وانطلق، بس على حسب انت محتاج ايه. ف واضح ان انت عندك حتة ادكشن كده، ان انت بتبقى ادكتد شوية بان انا قاعد بقى، طب انا هعمل ايه، طب انا مش عارفة ايه. لا، احنا عايزين نخرج من الحتة دي. ف يعني اكسر النمط اللي انت ماشي عليه. انت محتاج تكسر النمط عشان حياتك بقى تجري كده وتمشي. انت محتاج ان انت تكسر النمط اللي انت ماشي عليه. او لو انت عندك يعني افكار كتير للشغل، لان دلوقتي هنا الايدجز بيقولوا لك لو انت يعني هما بيهنوك على كل الايدياز الذكيه جدا الشاطره جدا اللي انت بتفكرها. وان هما ساعدوك، وان هما كمان بيساعدوك انك تلاقي زي افكار جديده للشغل وللعمل، او whatever اللي انت بتفكر فيه. انت محتاج بس ان انت توصل، لو انت في الشغل او في علاقة او غيره، توصل بطريقة واضحة جدا ودقيقة جدا انت بتفكر في ايه، خصوصا للناس اللي هيقوموا وهيساعدوك في تحقيق الفكرة دي. وما تحبطش من التشالنجز. ده حاجة طبيعي جدا انك وانت بتحقق التشالنج في ليتل تشالنجز كده بتحصل، ان هي عراقيل. ما تحبطش منها وتقول لا، وتتشائم وتقول لا مش هي. بس دي مجرد حاجات كمان، حتى لو انت شايفها وحشة، هي مجرد حاجة بتحصل كده عشان تعدل من البلان بتاعتك وتخليها حاجة بيرفكت. بس انت مش واخد بالك، انت قد انت هتفهم. بس لو انت ماشي في طريق في حاجة معينة وفي تشالنجز يعني عادي، تقبلها وتمام، وده للأحسن والأصلح. حاول بينصحوك ان انت حاول تقضي وقت شوية في الطبيعة. ممكن في جنينة، تقعد جنب شجرة، تعمل جراوندنج، تحط رجلك على حشيش كده، وتقعد او تقعد قدام بحر، على حسب الامكانيات المتاحة قدامك ايه. و... وتتواصل مع نفسك وتسمع صوتك الداخلي بيقولك ايه. لان انت تحليلاتك الكتيرة مش هتوصلك للحل اللي انت عايزه. ده تحليل اوفر. انت محتاج تهدى وتسمع صوتك الداخلي. ولو انت قدامك انك تاخد اجازة، خد اجازة، او تاخد بريك، خد بريك. دي هتساعدك ان انت تجدد من نفسك وتبقى واضح، وتوضح لك شوية. والهدوء اللي انت هتقعد فيه بسبب الاجازة ده هيوضح لك اكتر انت المفروض الستيب الجاية المفروض تعمل ايه. وكمان ممكن تعمل مديتيشن عشان توصل لحلول، او تصلي او المهم ان انت
حالة هدوء، تواصل مع ربنا وتواصل مع ذاتك، هو ده اللي هيقولك الحلول اللي انت عايز توصل لها. كل حاجة هتبان، لكن التفكير الاوفر مش هيوصلك لاي حاجة خالص. قولولي بقى في التعليقات ايه اخباركم يا برج الحوت، ويا رب تكون الرسالة وصلتكم وعجبتكم وفادتكم، ويومكم سعيد، وباي باي.